Killers of the Flower Moon، الفيلم اللي إيراداته عدت 100 مليون دولار في أقل من شهر. فيلم Killers of the Flower Moon، الفيلم اللي بيرجع بيه سكورسيزي بعد 4 سنين من ايرش مان، فيلم ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو وليلي جلادستون. الفيلم عن قصة حقيقية لقبيلة من قبائل الهنود الحمر اسمها الأوساج، اللي اكتشفوا في أراضيهم حقول النفط، وده اللي خلاهم أغنى طبقة في أمريكا. ولكن بيحصل سلسلة من جرائم القتل في الأوساج بسبب الطمع في النفط، واللي يعتبر كنز نقل حياتهم نقلة تانية خالص. النسخة الأولانية كانت بتحكي عن محقق ال FBI اللي هو كان المفروض يبقى دي كابريو، وكان المفروض يبقى بيحقق في جرائم قتل الأوساج. ولكن ليوناردو دي كابريو لما قرا السيناريو قال لسكورسيزي فين قلب الموضوع، فين الأوساج. وقال سكورسيزي انه بالرغم من انه بيحب نوعية افلام التحقيقات، الا ان سكورسيزي قال ان النسخة الاولى كانت مطلعة الرجل الابيض بمثابة المنقذ اللي راح يحقق في جرائم قتل. فاخذ القصة الفرعية اللي كانت ما بين مولي الست من قبيلة الأوساج وإرنست الرجل الابيض، وهنا عارف يجيب مجتمع الأوساج بعاداته وبحياته من خلال العلاقة اللي ما بين إرنست ومولي. والفيلم عن كتاب Killers of the Flower Moon اللي بيحكي عن جرائم قتل الأوساج. والغريب بقى ان الحادثة دي كانت من الأحداث المخفية في التاريخ، ونزل الكتاب ده سنة 2017، وكان بيتكلم عن الحدث ده من وجهة نظر ال FBI. وقال سكورسيزي انه كان لازم اعمل الفيلم ده عشان الجمهور يعرف جريمة زي الجريمة اللي حصلت للأوساج. ده في أجيال ما تعرفش حاجة عن الحرب العالمية الثانية. مدة الفيلم 3 ساعات ونص، وعلق روبرت دينيرو على طول الفيلم ان الفيلم ماستر بيس عملها سكورسيزي، وانه كان لازم يطلع بالشكل ده. الفيلم تقييمه على IMDb 8.1. وقال سكورسيزي عن أداء روبرت دينيرو إن كتير من المشاهدين معرفوهوش في أول ساعة من الفيلم، وده عشان أداؤه المختلف جدا في الفيلم. أما ليوناردو دي كابريو قالت مونتيرة الفيلم إن أداؤه كان مختلف كتير جدا عن قبل كده. وليلي جلادستون كتير من المشاهدين متوقعين لها الأوسكار عن دورها. Killers of the Flower Moon فيلم طويل بس مهم. الفيلم بيعرض حاليا في السينمات، وبعد كده هيبقى على منصة أبل TV. بشوفكم الحلقة الجاية مع فيلم أو مسلسل جديد.